الوضع اللي احنا فيه غريب وعجيب. النادي ده وقت ما كانش فيه مجلس إدارة خد الدوري. يعني النادي ده لما ما كانش لاقي ياكل، ما فيهوش فلوس، ما فيهوش مجلس إدارة، خد الدوري. وعندما استقر النادي وزي ما قالوا لنا بقى فيه فلوس، في حاجة بتحصل غريبة بقالها 20 سنة، اللي هو ايه؟ أزمة في نادي الزمالك، مشكلة في فريق الكورة، نعيد بناء بقى فريق الكورة تاني، دايرة ما بتخلص. يعني أنا بفهم الناس اللي بيبقى عندها أزمة أو عندها محنة يعني مشكلة بقى في فريق. النهاردة مشوا نص اللعيبة، فده معناه ايه يا اولاد؟ معناه ان بقيه السنه احنا بنبني بقى الفريق الجديد. ما هو احنا كنا في ازمه، والازمه اثرت على فريق كوره، ومفيش لعيبه ومفيش انتقالات ومفيش فلوس وفي مؤامره، فاحنا مش هنقدر نعمل حاجه. بنبني بقى فريق جديد السنه الجايه وعليكم خير. بقى لنا 20 سنه 25 سنه على الحال ده. يقول لك لا اصله كان في ازمات في النادي ودلوقتي بقينا كويسين، هنبتدي نبني من اول وجديد. احنا بنبني من اول وجديد بقالنا 25 سنه ولم ينتهي البناء. السنه اللي شمينا نفسنا فيها كنا على الارض، كنا على الارض. كان الزمالك ملكي ملعلع، نفس اللعيبه اللي كانت بتلعب النهارده. انا بقول لكم اهو والايام بينا، انا بقول لكم اهو والايام بينا. نادي الزمالك بينتهي، نادي الزمالك بينتهي. انا بقول لكم اهو الايام بينا. احنا اتغلبنا عشان سيئين، وكل الناس اللي بتقول لك الزمالك في الشوط الثاني حاجه تانية 4-1. انت منتظر ايه من فرقه تلتها وهو بيلعب بيفكر هيروح الاهلي ازاي؟ الثلث الاولاني من الزمالك وهو بيلعب قدام الاهلي بيفكر هينقل ويهرب من الزمالك ويروح الاهلي ازاي، وكان باين في مشاهد. الثلث الثاني بيفكر هيروح فيوتشر وبيراميدز ازاي، ده الثلث الثاني. الثلث الثالث بيفكر طب وانا هقعد اعمل ايه لوحدي؟ ده انا ملياش مكان وشكلهم هيمشوني. دي نفسية الفرقة اللي نازلة تلعب لقاء القمة. مفيش اي حاجة جوه اللعيبة تقول لهم العبوا. ايه الفانيلا اللي كلها ترتر وخارج النجف دي؟ فين فانيلة الزمالك البيضة الابيض ابو خطين؟ فين الفانيلا؟ اتفضل يا عم، هتيجي انت؟ جاي لك دلوقتي بس نخلص الماتش. دي روح قتاليه، دي حاجه انت متوقع منها فرقه تعمل حاجه؟ ساعتنا ده انت منزل اللعيبه لا انتماء ولا احساس. طب الماتش خلص، في ذكر في النادي فتح بقه ولا الهوا؟ ما كانش فيه احساس. اللعيبه بتلعب ودماغها مش موجوده، اللعيبه مش قابضه، اللعيبه شايفه الكباري اللي بتتعمل، الكباري اللي بتتعمل، اللعيبه اللي بتروح من ورا لقدام عشان تروح فرقه تانية وحد يقبض سمسره ويقبض عموله. كل لعيب دماغته فيها حاجه تانية. لعيب محترم زي زيزو ده انا لو منه قاعد افكر طب انا قاعد ليه؟ انا قاعد عشان مين؟ انا عايز العب في فرقه مقامي، انا عايز العب في فرقه دوش. المطلوب دلوقتي ان الزمالك يبقى زي اي فريق في الدوري في 18 فرقه، ما يبقاش بقى حتى ولا الوصيف ولا البعبع ولا الفن. لا انا بقول لحضراتكم احنا رايحين في سكه اللي يروح ما يرجعش. انت عندك قدامك الاهلي عنده الدكه بتاعته بره فيها فرقه تانية.
ناس نازله كلها عايزه تعمل حاجه، تأسس حاجه، في قياده، في نادي، في استقرار، في فلوس، في مرتبات، في اعلانات، في دعم. احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا حد بيفكر في السحر. انسوا حكايه الاتنين ارتكاز و4-3. مفيش فرقه بتلعب بخطه في مصر، انتوا بتضحكوا علينا. 4-3-2-1-5. لا هيرجع وظهيراي الوسط والاثنين، لا مش عارف مين هيجي على اليمين ومين مسلوسي يعمل ايه. الماتش اللي قبليه انت دفاعك كله كان شوربه، ما بلحقش. يعني انا اعرف ايه انه الفرق بيجي لها كبوه ثم هبوه، معرفش ايه هبوه دي. يعني يوم تقع ويوم تقف، انما تقع على طول دي ما نعرفهاش، خصوصا اما تكون فرقه او ما يسمى بفرقه بطولات يعني. وبعدين القضيه ان انت اما يعني تترزع 3 وبتاع وحاجات كده، يبتدي المبررات والتبريرات تبقى غريبه جدا. يعني ممكن مثلا حد يقول ايه، والله ما كناش كويس. يعني بيجي مثلا فرق اوف داي، انما اوف على طول مفيش اون خالص. يعني اوف 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 اوف. بعدين انا عايز اسال سؤال، اما تعرف انه في مدرب فاشل، انت معاك مدرب فاشل، ما بتغيروش ليه؟ هتستنى قد ايه؟ هتستنى امتى؟ وبعدين لو اتاخرت هنجيب مدرب تاني من بره. يجي المدرب اللي من بره ده يقول لك انا اسف والله احنا خلاص اتاخرنا، مش دلوقتي بقى. انا الجمله دي انا سمعتها 100 مره. اجهز فريق جديد ينافس على الدوري بتاع السنه الجايه. هتجيب فريق جديد ينافس على الدوري بتاع السنه الجايه. طب ما انت شفتوا الاهلي بسرعه خلاص مش نافع. هات ده بتاع كان مش عارف كان بتاع وادي دجله ولا بتاع كام، مشي خدوه جاب واحد تاني بتاع لفق معاهم بالاربعات والخمسات والستات. يا جماعه عندنا احسن لعيبه في مصر في الزمالك، عندنا احسن مواهب، عندنا شباب عباقره. ايه اللي بيجرى فينا ده؟ ويجي يقول لك ايه، هو عمرو اديب بس اصله بيحب. لا مش بحب اهزر، لانه فعلا بحس ان احنا او هذا الموسم او هذا العام موضوع الزمالك ده مش مهم قوي. انا بحب ادي الامل من بدري، يعني امل واملي ربنا يهدي املي من بدري قوي. عمرو عيط، عمرو النهارده عيط لانه عمرو كان عنده امل انه ينافس حتى على المركز الثاني لاخر الدوري من بدري كده. والاهلي ايه؟ نار 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 يا حبيبي نار. ولا هممني احسن مذيع ولا احسن برنامج وكل المسائل دي، انه الرباعيه يا اهلي والخماسيه يا اهلي والسداسيه يا اهلي، كل الحاجات دي تحسسك ان احتمال كبير الاهلي السنه دي مع نهضه الزمالك لا يحقق نفس الاشياء. بس انا حزين، بس انا برضه حزين. انما هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته، انه في بدايه الموسم كده ايه الكعبله، يتكعبل الاهلي. وهو انتوا عارفين الاهلي فيه ميزه عظيمه،